السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم لمسات سلوى. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم كاملين بخير. نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم كيكرولي بطريقه سهله وسريع في التحضير ديالو، وحتى المكونات ديالو بساط، غير 40 درهم كيطيح عليكم وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا في واحد الاناء وضعت 4 البيضات بدرجه حراره ديال المطبخ، وكنزيد عليهم 150 غرام ديال السكر وفانيا فئه 7 غرام ونص. بالنسبه اللي ما عندوش الميزان غديروا غير كاس ونص ديال السكر. عبرت بالكاس العنبه اللي فيه 150 ملي. صافي هنا كنطربوا هاد المكونات مزيان حتى كيبيض لنا هذاك الخليط وحتى كيضاعف الحجم ديالو وكيصبح على هذا الشكل. خصو يتقل لكم شويه. ملي كتهزوا هذاك الخليط كديروا شكل 8 ولا اي شكل، كيبقى لكم هذاك الخليط من الفوق. صافي هنا ضفت قشور ديال الحامضه. انا ضروري كنضيفو في لاجينواز ديالي حيت هي اللي كتحيد هذيك الزفوريه ديال البيض وكتخلي ديك لاجينواز ما كتبقاش فيها ديك الريحه ديال البيض وكتجي زوينه. صافي من بعد كنضيف الدقيق على دفعات. ضفت الدقيق 150 غرام ديال الدقيق اللي هو كاس العنبه ونص. كنضيفو على 3 ديال الدفعات وكنبقى كنخلط من التحت للفوق حتى كنخلط هذاك الدقيق كامل باش ما طيحناش هذيك لاجينواز. وضفت كذلك خماره من فئه 8 غرام. صافي وكنبقى كنخلطو حتى كنساليو هذيك الكميه ديال الدقيق. صافي من بعد غنوضع لاجينواز ديالي في اللاطه اللي ديجا درت لها ورق ديال الطبخ وتبدتو من الجوانب بشويه ديال الزبده باش ما يبقاش كيزلق لي ملي نكون كنسرح لاجينواز. صافي كنحاولوا نسرحوا ديك لاجينواز مزيان على هذا الشكل باش ملي نطيب لنا ما تجيناش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. حاولوا تقادوها. هنا في هذه الاثناء انا رشعت الفران الكهربائي على درجه حراره 180. كنشعل من التحت ومن الفوق حتى كيسخن، ومن بعد كندخل ليه لاجينواز حتى كتحمر ليا من التحت ومن الفوق. عاد من بعد كنخرجها مده ديال الطهي من 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. الا كان الفران سخون بزاف راه كتكفيكم 8 دقائق دغيا كتحمر. الا كان ما سخونش بزاف راه 10 دقائق كتوجد لكم. بالنسبه اللي عندهم فران ديال الغاز كتشعلوه حتى كيسخن، كتدخلوا لاجينواز ديالكم حتى كتذهب لكم من التحت، ومن بعد كتشعلوها ثاني النار من الفوق حتى كتذهب وكتاخذ واحد اللون ذهبي. صافي من بعد كتخرجوها. وهذه لاجينواز ديالنا من بعد ما تحمرات كتجي على هذا الشكل. صافي غنخليوها تبرد. ودابا غندوزو نقادو الكريمه ديالنا. هنا خديت الكريمه ديال الهولالا هي اللي كنستعمل. درت هنا ربعه ديال الكريمه اللي هي 250 غرام مع معلقه كبيره ديال السكر بودره. وكنطلع هاد الكريمه. هنا طربت غير نصف الكميه حتى كنعمر بها لاجينواز، والنصف الاخر حتى كنبغي نزينها. نتوما ممكن تطربوا نصف لتر كامل مع 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي. غير هو علاش درت لكم انا وريتكم غير النصف باش نوريكم الكميه اللي غيعطيكم ربعه ديال الكريمه. هاد الكميه راه قادكم باش تعمروا بها لاجينواز، ماشي ضروري ديروا نصف لتر. يعني كديروا غير القياس ديال الكريمه في هاد لاجينواز وكتشيطوا واحد شويه باش كتزوقوها من الفوق، ولا كتخليوها من الفوق سامبل كتزوقوها بالشوكولا ولا بالكراميل، ولا كتخليوها عاديه نتوما اللي بغيتو. صافي هنا لاجينواز كنقطعها بالموس واحد شويه غير من الفوق 3 شريطات باش غير كتلوى ليا. من بعد كنسقيها بالسيرو اللي ديجا قديتوه بكاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر. كندير فوق النار حتى كيغلي هذاك الماء وكيذوب السكر. صافي من بعد كنسقي بها هاد لاجينواز. ضروري تسقيوها مزيان. صافي من بعد كنزوقها بهاد الكريمه على هاد الشكل كيف ما شفتوا. ربعه ديال الكريمه انا غنعمر بها هاد لاجينواز من الوسط كامله. نتوما ممكن ديروا غير القياس وكتشيطوا واحد شويه باش كتزوقوها من الفوق، ولا كتخليوها غير سامبل او كتدخلوا على غير الشوكولات دايب ولا الكراميل ولا اي حاجه. يعني ماشي ضروري تدخلوا فيها نصف لتر، غير الا بغيتوا الكريمه بزاف كتدخلوا فيها نصف لتر كيف ما درت انا. صافي هنا في هذا الاخر حاولوا ما تكثروش الكريمه حيت ملي كنلوريو هذاك كنروليو هذا الرولي كتهبط الكريمه كتخرج من تما. حاولوا ما تكثروش. صافي هنا كنزوق الوسط بشويه ديال اللوز اللي ديجا حمرته بالقشور ديالو. كنهرمشو على هذا الشكل. ممكن تزوقوا بالكراميل في الوسط او بالشوكولا او بالفرامبواز كيجي حتى هو رائع بزاف في المذاق ديالو مع هاد كيكرولي. صافي وكنلويها على هذا الشكل دغيا كترولا ليكم وما كتهرس ما حتى شي حاجه. صافي من بعد كنزيرها بهذا الشكل. صافي غنوضع لاجينواز ديالي في الثلاجه واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. المهم حتى كتساليو. اللي كنمزرو بيزوقها في البلاصه، انا ما مزروباش غنخليها ترتاح واحد شويه. صافي من بعد كنزوقها.
بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركوش معايا في القناه ديالي، نتمنى تشرفوني في قناتي وتشتركوا معايا، وما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالكومونتات ديالكم الزوينين، واللي باقي ما مفعلش الجرس يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. صافي انا من بعد ما جبدتها من الثلاجه كنسقيها بهذاك السيرو مزيان باش تجيكم زوينه. ضروري تسقيوها مزيان. كيف ما قلت لكم، الا درتو ربعه ديال الكريمه يعني ممكن تخليوها غير هكذا سامبل، كتعمروا ربعه الكريمه في الكيكرولي ديالكم. اما كتحاولوا تشيطوا شويه الكريمه كتزوقوا بها، ولا ما شاطليكمش كتخليوها غير هكذا، او كتذوبوا عليها الشوكولات او كتزوقوها بالشوكولات ولا بالكراميل، كتجي زوينه. يعني ماشي ضروري تاخذوا السيترو ديال الكريمه باش تقادوها، راهي بربعه الكريمه ممكن تقادو حتى نتوما جنواز لوليداتكم اللي كتجي زوينه وكتطلع لكم رخيصه. واصلا غير السيترو ديال الكريمه راهي ب25 درهم، وكتطلع لكم هاد كيكرولي كيطلع لكم رخيص وكيجي زوين. صافي هنا كنغطي هاد كيكرولي كامل مزيان، ومن بعد كنزوقو واحد الزواق اللي هو سامبل. يعني كناخذ غير فرشيط وكنبقى كنزوق هذا الزواق اللي هو عشوائي على هذا الشكل، ثم كتزوقوا بالشكل اللي بغيتو. صافي كيجيكم بحال جذع ديال الشجره. صافي من بعد غادي نقطع هذوك الجوانب. اللي ما بغاش يقطعهم ممكن تغطيوهم غير بالكريمه، انا ما غنغطيهمش بالكريمه، غادي نقطعهم باش تجيني هذيك كيكرولي يجيني مفيني. صافي من بعد غادي نزوق هاد الكيكرولي غندير ليها واحد وريضات من الفوق على هاد الشكل. يعني التزيين اللي هو بسيط وكيجي في الاخر كيجي زوين. يعني شي حاجه كتقادوها في البيت ديالكم كتعرفوا شنو كتاكلوا وشنو دايرين فيها، وكتطلع لكم الصراحه رخيصه وكتجي مزيانه. صافي هنا من بعد ما درت هاد الوريضات غادي نزينها بشويه ديال الفرامبواز باش كيعطيو هاد كيكرولي واحد اللون وكيعطيوهم واحد المنظر اللي زوين. ثم كتزوقوا باللي كان عندكم بالشوكولا ولا باي حاجه، بلوز مهرماج، بلوز ايفيلي، بالكراميل اللي كان عندكم. انا كان متوفر عندي الفرامبواز زوقت به. هانتوما كيف ما شفتوا كيعطي واحد اللون اللي زوين في هاد لاجنواز. صافي من بعد هنا كانوا عندي شي لويزات حمرتهم حتى هما وزوقت بهم، حيت دايره في هاد لاجنواز من داخل اللوز، زوقت به حتى مع برا. صافي كيجي المنظر ديالها على هاد الشكل، كيجي المنظر زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاجنواز ديالنا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكيف ما شفتوا ساهله في التحضير بمقادير بسيطه وغير 40 درهم ممكن تحضروها، كتجي المذاق ديالها زوين بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد.